السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة باغادي دوغو. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. شكرا لكم بزاف على تعليقاتكم الرائعة. واليوم غادي نحضروا هاد الكيكة بتفاح بكريمة ديال البرتقال من الفوق. مقادير بسيطة جدا وطريقة تحضير سهلة والنتيجة اكثر من رائعة. كتجي واحد الكيكة اللي ماشي ناشفة لان فيها تفاح من الوسط ومن الفوق، وفيها ايضا هاد الكريمه ديال البرتقال. كتجي لذيذه وسهله في التحضير. نمشيو على بركه الله نشوفوا المقادير والطريقه. لهاد الوصفه غادي نحتاجو علبه ديال الياغورت طبيعي بدون سكر. العلبه ديالو هي اللي غادي ناخدو بها القياسات ديال المقادير. غادي نحتاجو الياغورت اللي هنايا انا فرغته، الكاس بنفس العلبه كاس ديال السكر سنيده، وجوج كيسان ديال الدقيق الابيض ونص كاس ديال الزيت. وغادي نحتاجو ثلاثه ديال البيضات وثلاثه ديال التفاحات. جوج تفاحات غنديرهم وسط الكيكه، يعني غنخلطوهم مع العجين، وتفاحه غنديروها من الفوق. وغادي نحتاجو 8 غرام من خميره الحلويات وكيس ديال سكر فاني. كما شفتوا انا ما كثرتش هنايا الخميره، وبطبيعه الحال واحد رشيشه ديال الملحه. فكناخذوا اناء نديرو فيه البيض، سكر سنيده، الفاني، وغادي نزيد قشور برتقاله الا بغيتو ديروها اختياريه، كيعطي واحد النسمه زوينه. صافي وكنخلطوا بطراب يدوي، نخلطوا مزيان هاد الخليط. ومن بعد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، ونخلطوا حتى يتقال هاد الخليط. بغيتو تخدموا بطراب كهربائي باش تسهلوا عليكم ممكن. من بعد غنضيف الياغورت وواحد شويه ديال الملحه انا نسيتها، ثم كنزيدو الدقيق، جوج كيسان بنفس الكاس ديال الياغورت ديال الدقيق. نضيفو الدقيق بشويه بشويه ونخلطو. فانا خديت ليا جوج كيسان بالضبط. جا الخليط هو هذاك، كيكون واحد الخليط اللي ماشي ثقيل وماشي سائل. وهذا هو القوام ديالو. كما كتشوفوا كتنزل خيط واحد. دابا غنزيدو خميره الحلويات في اخر مرحله، كنغربلوها طبعا ونخلطو. من بعد غادي ناخدو التفاح اللي عندنا، غنديرو جوج تفاحات مع هاد الخليط، كنقشروهم نحيدو ليهم الزريعه ونقطعوهم شرائح اللي رقيقه. ممكن تقطعوا بالموندولين الا بغيتو، انا قطعتهم غير بالسكين. فكتجي فيها واحد الكميه مهمه ديال التفاح لداخل اللي كيعطيها واحد القوام فوندون، يعني كتذوب في الفم. وهنا واحد النحله حتى هي مشاركه معنا الفيديو. صافي بعد ما تغلف هذاك التفاح كله بالعجين، غادي نفرغوه في مول، يا اما يكون اطار، يا اما يكون هذاك المول اللي كيتحل من الجنب. انا خديت هذا اللي كيتحل، درت البابي كويسون في القاعده، والجناب دهنتهم بشويه ديال الزبده، ماشي حتى الفوق، غير شويه، لان ما كتجيش طالعه بزاف.
ورشيتهم بالكوك. الكوك يعطي واحد اللون زوين للكيكه. ما بغيتوش او ما عندكمش فممكن ديروا الدقيق. صافي كنفرغوا الخليط كما كتشوفوا وكنوزعوه على القاعده ديال القالب كلها. والتفاحه اللي بقات، لان عندنا 3 ديال التفاحات، التفاحه اللي بقات كنديروها بحال هكا من الفوق بالشكل اللي بغيتو. انا درتها بهذه الطريقه دائريه. وحتى المول ممكن ديروا اي مول من الاختيار ديالكم، دائري او مربع او الشكل اللي بغيتو. صافي والفران يكون سخون قبل ما ندخلوها. كندخلوها على نار مهيله. شعلت عليها في الاول غير من الاسفل فرن غازي. خليتها حتى تقريبا تحمرات من الاسفل وبدات كتحمر من الفوق وخا ما شعلتش الفوق. فشعلت الفوق غير واحد شويه، خدات لون ذهبي وخرجتها. كنخليوها جانبا وغادي نحضروا الكريمه ديال البرتقال. انا عندي هنا نص كاس ديال عصير البرتقال، كملت بهذا العصير المصنع لان ما بقاش عندي البرتقال. فممكن ديروا الكميه كلها عصير طبيعي او عصير اللي كيتباع جاهز. وغنزيدوا واحد الفلون بنكهه الفاني او نكهه الموز اللي بغيتو. الفلون اللي كيتحضر بنصف لتر ديال الحليب. هاد الفلون ما فيهش السكر، فزت معلقه كبيره ديال السكر. الا كان الليمون اللي خدمته به حلو ممكن ما تزيدوش السكر نهائيا. كنخلطوا كل شيء وغادي نحطوا الخليط فوق النار حتى يغلي كما كنحضروا الفلون بالطريقه العاديه. صافي من بعد ما غلى الخليط غادي نفرغوه هنايا فوق الكيك غير بشويه بمعلقه. الا عندكم خدمتو باطار فحاولوا تزيروا على الكيكه عاد فرغوا هاد الخليط. صافي وغادي نخليو الكيكه ديالنا تبرد ومن بعد ندخلوها للثلاجه حتى تبرد هاد الكريمه ديال البرتقال مزيان. ونخرجوها نزينوها باش نقدموها بالصحه والراحه. كندوزو سكين على الجناب قبل ما نحلو المول. هنا الكيكه بارده وغادي ندير شويه ديال اللوز ايفيلي لوسط. ممكن تزينوها بالكوك باي مكسرات عندكم، ماشي ضروري هادشي اللي درت انا حطيتها في صحن تقديم. حيت هذاك البابي كويسون ودرت اللوز ايفيلي الوسط وشويه ديال البيستاش مهرمش من الجناب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بالصحه والراحه. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء مع وصفات جديده باذن الله.